السلام عليكم، صحة فطوركم. اليوم جبت لكم وصفة رولي سكالوب بالزيتون. وصفة سهلة وبزاف بنينة. بلا ما نطول عليكم، من هاد الوصفة بديت بالصوص تاع الزيتون. درت طرف دجاج مع شوية زيتون، 3 حبات زرودية، حبة بصل صغيرة، شوية معدنوس، لي زيبيس. درت شوية فلفل كحل، شوية راس الحانوت، شوية ملح. الملح ما تكتروش على خاطرش الزيتون يكون مالح. زدت عليه شوية تاع الزيت، خليته يتقلى شوية. بعد ما تقلى لي مليح مرقته بالماء السخون، خليته يطيب. من جهة واحدة اخرى كنت نوجد الرولي تاع سكالوب. رحيت هكا شوية سكالوب، حبة بصل، شوية معدنوس، زدت شوية تاع لاشابلور. درت النص اللي بقى نخليه في الاخير. شوية ملح، شوية فلفل كحل، ودرت مغرفة صغيرة على موطارد، وخلطت كامل هذوك المقادير. ومن جهة كنت حركت 2 حبات تاع البيض في طبسي. شوية زدته لهاد سكالوب، شوية خليته في الاخر نحتاجو مع هذيك لاشابلور. هنايا درتو بيدي. بعدها حكمت هكا سيلوفان، درت في هذاك الخليط تاع السكالوب شويه جبن من الاطراف مع شويه زيتون، يعني حبات تاع الزيتون. حبات تاع الزيتون اختياريه. بعدها روليتو بهي الطريقه. انا هذاك الخليط خرج لي 2 تاع لي رولو هكا متوسطين، ما هم صغار ما هم كبار. بعد ما روليته كامل خليته في هذاك السيلوفان، زدت عليه شويه الومنيوم، ورق الالومنيوم، درتو يطفور. بعد ما تفور نحيته، غمسته في هذاك البيض اللي بقى، وزدت عليه هذيك لاشابلور، يعني درته في البيض بعدها في لاشابلور وقليته. بعد ما قليته قطعته هكا مرصوات صغار وقدمت معاه هذيك لاصوص. خرج بنا روعه. نصحكم تجربوا الوصفه. وصلت لختام الفيديو، نقول لكم شكرا على المتابعه. ما تبخلونيش بجيم وكومنتير باه تشجعوني. اشتركوا في القناه وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد.